السلام عليكم أصحابي، أخباركم إيه؟ النهاردة درس هيبقى مختلف شوية عشان إحنا محتاجين نكتب ومحتاجين نفهم الجزء اللي هيتشرح. تمام؟ طيب، النهاردة بنتكلم عن إيه؟ لسه بنكمل في البريودك تيبل، بس بنكمل البريودك تيبل والإلكترون configuration of element. يعني إيه؟ يعني بشوف الإليمنت اللي عندي وبشوف إن أنا هعمل configuration الالكترون ازاي، هوزع الالكترونات في الاليمنتس دي ازاي. تمام. طيب، زي ما عرفنا كان في ليثيوم، صح؟ ال اي 3. تمام كده. طيب، الليثيوم ال اي 3 او الصوديوم او البوتاسيوم كلهم كانوا في ايه؟ كانوا في ال 1A، صح؟ يعني ده كان جروب بتاعه ايه؟ 1A، صح كده؟ طيب 1A يعني معناه ايه؟ احنا قلنا ان رقم الجروب ده بيقول ان انا عندي كام الكترون في الاوتر او اللاست انرجي ليفل، صح كده؟ طيب، يبقى الليثيوم كنا احنا بنعمل كونفيجر ليه ازاي؟ 2 1، صح؟ طيب، لو كنا بنتكلم على الصوديوم كان كام؟ 2 8 1، صح كده؟ طيب، يبقى معنى كده ان انا عندي في الاوتر ليفل او الاوتر انرجي ليفل كام الكترون؟ 1 الكترون، صح كده؟ تمام. طيب، لو انا عندي الصوديوم والمغنيسيوم والالومنيوم. صوديوم، تعالوا نشوف، ده كان هنا ايه؟ كان جروب واحد، اللي هو الاتنين كانوا في جروب 1 ايه. طيب، لو انا اتكلمت عن الصوديوم 11، والمغنيسيوم اللي بعديه ب 12، والالومنيوم 13. تمام. طيب، الصوديوم مغنيسيوم الومنيوم، ايه الكونفيجريشن بتاعهم؟ كونفيجريشن او الالكترون كونفيجريشن للصوديوم ايه؟ 2 8 1. المغنيسيوم 2 8 2. الالومنيوم 2 8 3، صح كده؟ طيب، دول كانوا في ايه؟ دول كانوا في ايه؟ ورا بعض، صح؟ ورا بعض، يبقى كانوا في period، صح كده؟ طيب، هل هنا اللي ورا بعض هل الالكترون كونفيجريشن ليهم زي بعض؟ لا، احنا كده كده بنزيد واحد، وعارفين ان كل element بعديه بيتزود الكترون او مزود بروتون، صح كده؟ طيب، ده بالنسبة للجروب والبيريود. يبقى الجروب الاتنين الكونفيجريشن بتاعهم 1 e، اللي هو الالكترون، او بيبقوا زي بعض في الالكترونات، لكن هنا الالكترونات ايه؟ بتزيد كل ما الاتوميك نمبر ايه؟ بيزيد، صح كده؟ طيب، اوكي. طيب، ايه كمان هنا بيحصل؟ هنا في 3 انرجي ليفل، صح؟ ان انا ببتدي ازيد العدد هنا بيزيد. طيب، يبقى انا هنا لو انا قلت element of the same group element of the same group يبقى ليهم نفس النمبر اوف ايه؟ اوف الكترون، يبقى زي الليثيوم والصوديوم دول the same group، يبقى ليهم نفس الكونفيجريشن ايه؟ الكترون. يبقى الجروب الالكترون ثابته، او الالكترون واحده في الجروب. تمام. يبقى element of the same period are similar in the number of the energy level occupied by electron. تاني، يبقى انا عندي جروب وعندي البيريود. الجروب بيبقى الجروب فيها similar ايه؟ الالكترون configuration في اللاست energy level واحد the same. طيب، في البيريود عدد الانرجي ليفل بيبقى زي بعض، دول 3 انرجي ليفل 3 3، بس بيتغيروا طبعا ايه؟ في الالكترونز اللي في الاخر. طيب، يبقى انت من هنا تقدر تعرف ايه؟ او conclude ايه؟ او conclusion ايه؟ الكونكلوجن ان بيقول لي مثلا الالومنيوم
والكلور are located in the same period in the modern table. لو هما الاتنين يبقى both of the atom have the same number of energy level occupied by 3 energy level. يعني هنا بيقول لك لو انا عندي عنصرين في نفس البيريود، تمام، في نفس الهوريزونتال رو، يبقى ايه اللي انا اعرفه منهم؟ ان الاتنين زي بعض في الانرجي ليفل، ايه عدد الانرجي ليفل بتاعتهم. تمام. طيب تمام. عندي بقى حاجة تانية، ايه هي؟ عندي لويس دوت structure for valence electron. لويس دوت structure for valence electron. تمام. طيب لويس بيقول ايه بقى؟ عم لويس ده اللون الاحمر، ايه جبار، اسمه ايه؟ لويس دوت structural for valence electron. طيب ايه ده؟ في ساينتست اسمه لويس كان بيقول، يعني بيحاول propose similar method to represent the number of electron found in the last energy by valence electron as a dot. يعني ايه؟ هو بيقول ان هو عمل simplifying كده للالكترونات اللي موجودة في اخر مدار عن طريق ان احنا بنحط دوت عشان نعرف الفالنس الكترون. فالنس الكترون يعني ايه فالنس الكترون اصلا؟ فالنس الكترون، ايه الفالنس الكترون؟ هي الالكترونات اللي موجودة في اللاست انرجي ليفل of the element. تمام. اوكي، يبقى هي الفالنس الكترون هي الالكترونات electrons found in the last energy level of the element ايه atom. طيب تمام. طيب يبقى الفالنس الكترون which are distributed in 4 sides for element individually الاول، وبعد كده بعمل لها pairing. It's possible to conclude the valence of an electron from number of the unpaired electron in the Lewis structure. يعني ايه الكلام ده؟ بصوا مثلا تعالوا ناخد السلفر، تعالوا ناخد example على اللي احنا بنقوله. سلفر 16. تمام. لويس قال لك ايه؟ السلفر 16 المفروض ان هو 2 8 6، صح؟ يعني ايه؟ يعني اخر ليفل فيه 6 الكترون. تمام كده؟ تمام. طيب تعالوا بقى نعرف من لويس دوت ستراكشر ده هو قصده ايه. طيب قال لك ايه؟ قال لك ان انا بعمل الستة فالنس الكترون اللي هم الستة اللي موجودين في المدار الاخير as a single dot. single dot بحط الاس اهي وبشوف هم 6، صح؟ طيب تعالوا نكونفيجر، تعالوا نحطهم على حرف الاس. نقطة، ادي اول واحدة، 2 3 4 كده، 4 ناقص كام؟ ناقص 2 5 6. اوكي، دي المفروض مش بتبقى بالجنب، بتبقى بالطول، يعني كده 6. تمام، 6. طيب يبقى انا عملت ايه؟ قال لي ان انا عندي 6، بحط سنجل الاول، بحط الالكترونات مفرد الاول، وبعد كده اعمل لها دبل، اعمل لها بيرنج. يبقى انا بحطها كونفيجر سنجل وبعد كده بعمل بيرنج. طيب بعد ما عملت بيرنج حصل ايه؟ قال لي طلع النمبر اوف امبيرد الكترون. كم امبيرد الكترون هنا؟ كم دوت سنجل؟ ادي 1 ادي 2. تمام. يبقى انا عندي نمبر اوف unpaired الكترون هيساوي 2. الاتنين سنجل اهم، صح كده؟ تمام. طيب معنى كده ايه اللي انا عملته ده؟ قال لي شايف الاتنين ده؟ ايوه. طيب الاتنين ده ايه؟ هينتج لي ان السلفر is divalent ثنائي. تمام كده.
طيب وهنعرف بعدين يعني ايه دايفالنت، ان هو ما بيخش فيه البوندنج الروابط. يعني ايه دايفالنت؟ يعني بيعمل كونكشن مع كام اتوم تانية. تمام. طيب each of the following represent correctly. هل ان انا لازم يبقوا هنا؟ لا، ممكن ابتدي من هنا، ممكن ابتدي من هنا whatever. بس في اتنين، يعني ممكن انا اعمل دبل، انا عملت كده مع قارب الساعة، ممكن انت تعملها كده whatever. يعني مش لازم يبقوا هنا، ممكن واحد هنا واحد هنا. يعني انت تعرف تكونفيجر براحتك، بس في الاخر ان هو هيبقى اتنين. طيب تعالوا ناخد بقى امثلة تانية على اللويس دوت دي، ونعرف منها ايه هي الفالنس الكترون وايه الانواع بتاعه العناصر هتطلع بايه. طيب تعالوا نشوف الليثيوم. الليثيوم 3 اللي هو كان ايه 2 1 صح. طيب تعالوا نعملها بالستراكشر، نعملها بالستراكشر. يبقى هنكتب ليثيوم صح. هنكونفيجر ازاي؟ هو واحد في الاخر اهو، بما انه عنده الكترون واحد لوحده اسمه ايه؟ مونو فالنت. تمام. طيب ايه كمان؟ تعالوا ناخد اكزامبل تاني. بي اي وليكن 4. طيب configuration بتاعته كانت ايه؟ 2 2 2. طيب يبقى بنعمل ايه باللويس دوت؟ بكتب الرمز وبعد كده بكونفيجر الاتنين الاخرانيين، واحد وواحد. يبقى ده عنده اتنين في اللاست انرجي ليفل. يبقى هو ده اسمه هنا ايه، او الفالنس بتاعته اسمها ايه؟ داي فالنس. داي فالنت. اوكي داي فالنت. تمام صح. اوكي طيب ايه كمان؟ تعالوا ناخد البورون بي 5 2 3. بنعمل ايه؟ يلا بي برافو من 1 2 3. عنده كام واحد الكترون فاضيين؟ 3، يبقى اسمه تراي فالنت. طب ايه كمان؟ هناخد الكربون 6 2 4 صح. 2 4 يبقى كربون 1 2 3 4. يبقى دول كام؟ 4 مفرد او 4 واحد، 4 سنجل يعني. يبقى اسمها تترا فالنت صح كده. طب ايه كمان؟ هناخد النيتروجين. النيتروجين كام؟ 7. بعد النيتروجين اكسجين، اكسجين 8. بعد الاكسجين عندي الفلور 9. وفي الواحد، في واحد في الاخر هنكتبه وليكن هنا اللي هو النيون 10. تمام. طيب تعالوا نكونفيجر بقى. تعالوا نكونفيجر. ها النيتروجين كام؟ 7، يعني كام؟ 2 5 صح. طيب يبقى النيتروجين هنعمل سنجل الاول، يبقى 1 2 3 4. بعد الفور 5 اهي. يبقى انا عندي كام واحد سنجل او unpaired 3. 3 كان اسمه ايه؟ تراي فالنت صح كده. طب الاكسجين 2 6. تعالوا نكونفيجر 1 2 3 4 5 6. ناقص كام واحد unpaired؟ 2. يبقى داي فالنت صح كده. طب الفلور 2 كام؟ 7، هما 9. طيب يبقى فلور 1 2 3 4. نكمل 5 6 7. في كام واحد سنجل او امبيرد؟ 1. يبقى ده مونو فالنت. تمام. طيب اخر واحد النيون 10 2 8. تمام. يبقى ان اي. تعالوا نكونفيجر 1 2 3 4 5 6 7 8. هل عنده امبيرد؟ لا، يبقى عنده ايه؟ 9 بالالماني معلش. 0. يبقى ده ال configuration او ال valence according Lewis structure is 0. فهمتوا ازاي عملناها؟ فهمتوا Lewis dot structure بيقول ايه؟ طيب يبقى معنى كده
ان ال valence of element in group 1A ل 4A equal to the group number. يعني ده كان في ال 1A صح، ده 2A، ده 3A، ده 4A صح لغاية هنا. يبقى هنا بيقول لي ايه؟ تعالوا بقى بنكونكلود. ده كان في ال 4A صح كده، وده كان 3A، وده كان 2A، وده 1A صح كده. طيب يبقى معنى كده هنا كان مونو 1 2 3 4. يبقى معنى كده ايه؟ ان من اول 1A ل 4A الفالنس تمام هي رقم المجموعة، هيبقى جروب نمبر. طيب الفالنس element in 5A لحد الزيرو، لحد اللي هو الهيليوم اللي هو الانرت غاز تمام، بيساوي ايه بقى؟ بيساوي 8 ناقص number of the last energy electron. ايه ده؟ مش فاهم يعني ايه. يعني بالراحة، انتوا فهمتوا الجزء ده كده؟ خلاص خلصنا منه. يبقى من 1A ل 4A الفالنس هي رقم المجموعة، الفالنس هو رقم المجموعة. طيب من اول 5A لغاية الاخر، لغاية الانرت غاز، دول ايه؟ قال لي دول بيعتمدوا على حاجة اسمها 8 ناقص ايه؟ ناقص النمبر اوف لاست انرجي ليفل الكترون، نمبر اوف الكترون في اللاست انرجي. ايه ده؟ طب ازاي الكلام ده؟ اهو شايفين النيتروجين كان اخره 5، 8 ناقص 5 3، فهو تراي فالنت اساسا. طب تعالوا نطبق هنا. 2 الاكسجين 2 6، 8 ناقص 6 8 ناقص 6 2، يبقى المفروض يبقى هو مونو فالنت داي فالنت صح؟ ادي داي فالنت. طب الفلور 2 7، 8 ناقص 7 1، يبقى هو المفروض مونو فالنت، وهو مونو فالنت فعلا. طب ايه النيون 8 ناقص 8، 8 ناقص 8 0 صح، هو اصلا 0. فهمتوا حاجه؟ بس كده. طيب طيب هو بيقول لي بقى ايه؟ valence of the noble gas equal 0 اهي، 8 ناقص 8 ب0. ليه؟ عشان اخر ليفل اصلا، اخر انرجي ليفل اساسا موجود فيه 8 completely filled تمام. عشان كده هو completely filled ففي 8. فانا ما عنديش ايه؟ انا ما عنديش unpaired electron، ما عنديش unpaired electron، كلهم doubled، فعشان كده 0. تمام كده؟ تمام. طيب how to determine the position of group A elements in the periodic table based on their atomic number. طيب هنا ده جزء تاني، ممكن نقفل الفيديو ده على كده وناخد جزء تاني لباقي الدرس. الدرس ده طويل انا عارفة، بس انا بقى حبيت يعني انوع لكم في الشرح الحاجات اللي محتاجين تفهموها ونكتبها، والحاجات اللي محتاجين ناخدها من الدرس بناخدها ايه من الدرس على طول. تمام. يبقى فهمتوا ايه اللويس دوت ستراكشر فور فالنس؟ تمام. تمام يبقى كده عرفناها. هي ما فيهاش حاجه، يعني هي ما فيهاش اختصارات في حاجه بصراحه. تمام. طيب كده تمام. هنقفل الفيديو وهناخد الجزء التاني، ومش واضح قوي في الكتاب فهنحاول نشوف هو كاتبين ايه. يلا باي باي.